إزاي أنا ممكن أصمم مشاريع شكلها تحفة ورائعة والناس تقول عليها واو؟ خلينا نبقى متفقين إن أصلًا أي ديزاين لازم تشتغل بناءً عليه لازم يكون متقسم لكذا حاجة. أول حاجة الألوان بتاعتك متناسقة مع بعضها، وتاني حاجة إن ترتيبة العناصر جوه الداشبورد أو المشروع اللي أنت شغال عليه تكون متناسقة ومترتبة بشكل كويس. فتعالوا مع بعض أقول لك إزاي تقدر توصل ل templates أو تقدر توصل لthemes تقدر من خلالها تغذي عينك وتغذي العقل بتاعك كتغذية بصرية، بحيث إن أنت تقدر فعلًا تطلع بمشاريع قوية جدًا. تعالوا مع بعض كده نشوف الحاجات دي. لو إحنا كتبنا في الsearch Power BI templates هيطلع لنا مواقع كتير جدًا فيها templates قوية جدًا. على سبيل المثال لو إحنا فتحنا Freepik مثلًا هتلاقي جواها templates شكلها رائعة في مجال الdashboard والanalysis. فإحنا مثلًا الdashboard زي دي شكلها لطيف. لو إحنا مثلًا فتحنا داشبورد زي دي شكلها لطيف. أنت هنا مش بتعمل زيها بالضبط، أنت ممكن تكتسب منها العناصر، تكتسب منها الألوان، تنسيق الشكل عامل إزاي، اللي تقدر من خلاله تعتمد عليه بعد كده في إن أنت تعمل زيه بناءً على الdata والمشروع اللي أنت شغال عليه. فما تعتمدش اعتماد كلّي على الشكل نفسه وإن أنا لازم أعمل زيه بالضبط، بالعكس أنت بتاخد منه الألوان اللي إحنا اتكلمنا عليها، تنسيق العناصر شكله عامل إزاي، والثيم العام للproject شكله عامل إزاي. فده نقطة مهمة جدًا. فإحنا مثلًا لو جينا نفتح project ده رائع جدًا، في هنا الnavigations bar في الجنب هنا، نضغط على أي واحد يدينا الصفحة بتاعته، وهنا تنسيقة العناصر بتاعته والألوان ماشية مع بعضها. فده جزء مهم جدًا إن أنت تبقى عارف المواقع اللي تقدر تكتسب من خلالها. ورا هنا لو أنت خدت بالك من حاجة، هنا في الproject ده كانت الnavigations bar عبارة عن icons، هنا في الnavigations bar عبارة عن أيقونة زائد الاسم بتاعها. فأنت برضه بتبني بناءً على الtheme اللي أنت عايزه، وهتلاقي إن الشكلين متقاربين من بعض، بس الاختلاف في المساحة والعناصر وترتيبها والأشكال والألوان وكل حاجة. فأنت لازم تبقى عارف أنت هتشتغل بناءً على theme شكله عامل إزاي، والألوان بتاعتك هتبقى عاملة إزاي. ده جزء مهم جدًا. وأنت لازم من الأول أصلًا تحدد هو أنت عايز dark theme والّا white theme، أنت عايز light theme والّا dark theme. فالجزء ده مهم جدًا ليه؟ لإن أنت بناءً عليه هتبدأ عينك هتتشد لأنهي حاجة. أنا لو هاختار الdark theme هابدأ عيني تتشد للحاجات الdark دي، أمّا لو أنا هاختار project white theme فأنا عيني هتتشد أكتر للwhite theme والحاجات دي والألوان بتاعتها والdesign الألوان وتقسيمة العناصر جوّه الdashboard شكلها عامل إزاي. فده جزء مهم جدًا. لمّا آجي مثلًا على سبيل المثال أرجع بقى خطوة لورا، لمّا نرجع هنا ورا هنا في الصفحة الرئيسية هتلاقي إن أنت مثلًا عندك مواقع تانية كتير تقدر إن أنت تcreate منها الجزء الخاص بالdashboard بتاعتك أو يبقى عندك تغذية بصرية ليها. فأنت مثلًا على سبيل المثال دي مواقع، ده project كنا عملنا شبهه قبل كده، وعملنا إزاي نصممه والمواقع اللي تقدر تصمم من خلالها. وده ممكن يكون فيديو تاني بنتكلم فيه عن المواقع والبرامج اللي نقدر من خلالها نصمم الstructure بتاع الداشبورد ممكن يبقى شكله عامل إزاي. فأنت عندك هنا templates مختلفة. لو رجعنا خطوة لورا هتلاقي إن أنت مثلًا عندك موقع زي ده فيه templates مختلفة بأشكال مختلفة وهكذا. في بقى من المواقع المهمة جدًا هي موقع أو لو إحنا مثلًا عملنا search على باور بي اي themes هتلاقي ان انت عندك themes مختلفه في الجاليري بتاع مايكروسوفت. فان في حاجات كتيره قوي تقدر ان انت تفتحها وتتفرج عليها وتغذي عينك وعقلك من الالوان وتنسيق الديزاينز بشكل عامل ازاي في او العناصر جوه الداشبورد. فده جزء مهم جدا في الاناليسز او ان انت تطلع مشروع رائع. فيعني أتمنى إن أنا أكون فعلًا فدتك في جزئية إنك إزاي توصل للعناصر أو توصل للمواقع اللي تقدر تستفاد منها أو طريقة البحث اللي تقدر تستفاد منه في بناء مشروع رائع. فعلًا العين هي اللي بتشوف قبل أي حاجة. ألم ترى أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلفه. فأنا أي مشروع هاشوفه لأول مرة عيني هترتاح له، خلاص أنا كده ارتحت للمشروع ده قبل أصلًا ما أشوف الinsights الداخلية شكلها عامل إزاي. فلو أنت فعلًا عملت مشروع شكله حلو، فهيدّيني شجاعة إن أنا أبُص أصلًا على المشروع بتاعك وأشوف الinsights الداخلية بتاعته وهكذا، وهكذا في الstakeholders وفي هكذا في أي مشروع حضرتك هتشتغل عليه، وخصوصًا برضه في مشاريع الfreelance. فأتمنى إن أنا أكون فدتك ولو بمعلومة واحدة.
أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.